السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتون. النهاردة معانا وصفة شتوية اقتصادية تجنن، اللي هي البليلة بتاعة القمح او قمح البليلة زي ما تسموه. قمت كده الولاد عايزين حاجة سخنة، قلت ادفيهم. بصوا، مبدئيا دي القمح البلدي في عند العطار. قولوا له عايزة قمح بليلة. دي قمح بلدي اللي بنطحنه يا بنات. كانت ماما يعني امي، ما بحبش اقول ماما، امي عندها جايبه قمح كده من الارض بتاعتنا، بنغسله وبننشفه ونطحنه، بنعمله دقيق وبتخبز يعني. فاخدت منها حبه كده، قلت لها عايزه اعمل بليله. نقيتهم كده، هما كانوا مغسولين طبعا، بس انا نقيتهم تاني وغسلتهم غسله حلوه، غسله حلوه كده، يعني غسله يعني. زي ما كده اخدت فم غسيل فيهم عشان التراب والقش ده اللي بيبقى في القمح يعني، وانا نقيتهم يعني حلو جدا. وبعد كده هبلهم بمية سخنة من بالليل، وهسيبهم كده، هسيبهم لحد كده ما تاني يوم الصبح. وبعد كده بصوا عشان اختصارا للوقت يعني، رفعتهم كده على النار. بصوا القمح كده اتسلق معايا، بصوا بسم الله ما شاء الله، فنش معايا وبقى حلو جدا. حطيت لهم كده كوبايتين ميه في السلق، وبعد كده كل شويه الميه تنشف بزود بالكوبايه بالكوبايه، ولازم تكون ميه سخنه عشان ما تحجرش معاكي وتغلي بسرعه. تمام يا حلوين. تمام. جبت هنا حوالي 2 كيلو لبن، ونزلت بيهم كده على البليله او القمح بتاعنا، وبعد كده هنسيبه يغلي، وبعد كده هننزل بالاضافات. طبعا هو مسلوق كويس جدا يعني، هياخد كام غلوة كده في اللبن، وبعد كده مش اكتر من كده يعني. نصلي على الرسول كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آه مالكمش دعوة بالصينية اللي جنب الحلة دي، كنت عاملة حبة مسقعة تجنن، نفسي كده هفت عليها، انا بحبها، انا والعيال بيحبوها جدا جدا. حطيت هنا باكون فانيليا كده، دخلت في الغليان. نزلت بكوباية سكر، والتحلية يا ست الكل على حسب رغبتك. التحلية اللي انت تحبيها او الكمية اللي انت برضو تحبي تعمليها. الكميات والتحليات والحاجات دي في ايدك انت، تلعبي فيها براحتك. تمام. نزلت يبقى بالسكر وفانيليا. هنطعمها بايه؟ جبت هنا حوالي معلقتين 3 4 كده كريم شانتيه خام، وهندوبهم كده في كوباية لبن. وحطيت لهم برضو حوالي معلقتين نشا او معلقة، عشان بس القوام يتقل شوية. آه عشان يبقى حلو كده ومتماسك. ما تكتريش النشا عشان ما يبقاش كده زي المهلبية ويتخن معاكي. يبقى انا نزلت اول حاجة بالكريم شانتيه، وبعد كده هحط معلقة نشا، وهندوبهم في بعض، وهننزل بيهم على البليلة بتاعتنا. بجد والله العظيم تجنن، تحفة. ودفتنا كده، وكل واحد خد طبق كده بتدفي بيه، حلوة جدا. هندوب كده، وهننزل بيه على طول على الكمية اللي انا عملتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فين اللايك يا حلوين؟ اللايك يا بنات عشان الفيديو يترفع كده ويتشاف. لايك وشير طبعا، وكومنت حلو ودعوة حلوة، ولكم بالمثل ان شاء الله. ربنا كده يحل ايامكم ويجعلها خير وسعادة وهنا وسرور. ولو حد مركز مع البوتاجاز بتاعي برضو سامحوني، لان كنت بعمل 3 وصفات في وصفة في توقيت واحد. كنت بعمل صوص كراميل، وبعمل مسقعة، وبعمل البليلة في البوتاجاز. بسم الله ما شاء الله يعني، الله يكون في عونه. بس بعد كده ظبطناه وخليناه هو والمطبخ حاجة فل، شمعة منورة. خدت الكريم شانتيه والنشا والكلام ده كله، نزلت بيهم على البليلة بتاعتي. وده كان وش اللبن، لان كنت نازله باللبن كده زي ما هو، ما كانش اتغلى، غلي معايا وعمل وش والكلام ده يعني. زي ما اللبن اللي هو بنجيبه البلدي بيكون فيه وش كتير.
المهم قلبنا كده البليله طعمها يجنن وخطير يا بنات والله العظيم. الايس الكريم شانتيه طعمها جدا معانا. ويا سلام لو معاكي كده فانيليا سايله بيبقى طعمها تحفه تجنن يعني. المهم سيبناها كده هتاخد غلوتين لان البليله بتاعتنا مستويه. هنظبط كده الدنيا. لو محتاجة سكر زي ما انتوا عارفين ولادي بيحبوا الحاجة مسكرة، فكانت محتاجة سكر حطيت سكر تاني معلقتين كده سكر. بس انتوا يا بنات التحلية اللي انتوا عايزينها بكمية الكمية اللي انت عايزاها ممكن تظبطي نفسك يعني. آه كده بدأت تقلبي فيها كده تقلبتين سوداء، تاخد بس غلوتين اتنين وهتطفي عليها هتبرد كده وهتاخد قوام حلو كريمي بسم الله ما شاء الله. هنا كانت سخنة انا غرفتها هي وسخنة لانه كانوا مش مستنين يعني عليها. جبت كده البولات بتاعتي غرفت كل واحد طبق بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. بألف هنا وشفا طبعا على قلوبهم. طعمها يجنن وخطير جربوه ان شاء الله هتعجبكم بنفس الخطوات والتركات. هتديكي طعم وقوام حلو جدا. هنا حطيت لها عملت لها كده صوص كراميل وطعمها بيض. انت بقى عايزه تزوقيها يا ست الكل، عندك مكسرات عندك جوز هند عندك زبيب فول سوداني اللي انت حابه حطيه. عايزه تاكليها ساده برضو براحتك. انا هنا عملت صوص كراميل وقلت ايه ازوقها كده من على الوش. بجد تحفة. وصوص الكراميل اللي معانا تحفة برضو. انا عاملاها قبل كده على القناة وعملته لكم برضو في فيديو لوحده هنزله لكم برضو مع ورا البليلة ان شاء الله بإذن الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون ضيفة خفيفة على قلوبكم وتدعونا كده دعوة حلوة من قلوبكم. شكرا لكم. شكرا حبايبي الحلوين. شكرا على كل حد عندي في القناة بحبكم في الله.